وقبل ما نبدأ الفيديو الجميل بتاعنا هطلب طلب صغير من كل المتابعين بتوعنا انهم يعملوا لايك ويشتركوا في القناة عشان يتابعوا كل جديد من ملخصاتنا. وبس كده، مش حابب اطول عليكم، يلا بينا نبدأ الفيديو الجامد بتاعنا. قصتنا بتبدأ ان كان في رواية مش مشهورة بطلنا كان بيقراها، ولما وصل لاخر فصل ما كانش متوقع ان عالمها هيبقى حقيقي، وبنلاقي بطلنا بيدخل في قتال مع شخص غامض وبيكتشف ان اسمه دوج جا، 28 سنة، متخرج من جامعة ريفية وشغال كعامل متقاعد مع شركة كبيرة، وهوايته هي قراية روايات الوتان. وفي يوم من الأيام بطلنا كان مروح البيت في المترو وقابل زميلته في الشغل يو سانجا، وبيدور حوار ما بينهم إن المدير في رحلة شغل وسألهم لو بتركب المترو كتير. قالت له إنها بتروح بالعجلة بس عجلتها اتسرقت، فاضطرت إنها تروح بالمترو. وبطلنا كان بيفكر قد إيه هي مختلفة عنه، فهي ناجحة وهو فاشل ومضيع أغلبية وقته في الروايات، وبينما هي كانت بتتعلم وشغالة على نفسها، وبينما هو كان بيقرأ. ولمحته هيو سانجا وقالت إنها بتحب الروايات زي هاروكي وموراموس وريمون، وسألته عن كاتبه المفضل، فرد إنها مش هتعرفه. وبنعرف إن اليوم ده كان مختلف بالنسبة لبطلنا، لأنه اليوم اللي هينزل فيه آخر فصل في رواية الوتن المفضلة ليه، وهي 3 طرق للنجاة من العالم المدمر، أو اختصار طرق النجاة. وبنعرف إن الروايات كانت مهرب ليه من التنمر والوقوع في الفشل، فده أدى لارتباطه بيها جدا، فلو خلصت هيحس بفراغ كبير نظرا لأنه كان بيقراها لمدة 10 سنين. وبنكتشف ان بطلنا دوج جا بيغير من زميلته عشان انجح منه، وعشان ما عملش اي حاجة لنفسه طول السنين دي، بينما هي اتعلمت واشتغلت على نفسها. بينما بطلنا كان غرقان في افكاره انه لو كان عايش في عالم خيالي، وبتعرض عليه يو برنامج تعليمي لكنه بيرفض استخدامه بحجة ان الوقت فات ومش هيقدر يعمل اي حاجة. وبنعرف انه كان باعت رسالة لمؤلف الرواية، والمؤلف رد عليه وقال له ان بعد ما قدر يخلص الرواية وبيتم ترتيب الامور عشان تتنشر وتنزل السوق، وانه هيحقق دخل، وطلب منه عنوان ايميله، فصاحبنا ما كدبش خبر. وبعد كام دقيقة بطلنا جات له رسالة على ايميله من الكاتب بيقول له فيها ان الشخصيات وعالم الرواية بقوا حقيقيين، وان كل ده هيبدأ الساعة 7 والساعة كانت 8 إلا 5. وقبل ما يدوس على زرار المفضل الرواية اتحذفت، وبدون اي مقدمات المترو بيقف فجأة، وبيطلع واحد ينادي الناس ويقول لهم يهربوا، وبيظهر فجأة كائن غريب من العدم، وبيجي اشعار بانتهاء نظام الخدمة العامة 8612. وبيبدأ السيناريو الرئيسي المظلم، ألا وهو تغير نظام الحياة بأكمله. وبنعرف إن الكائن ده اسمه دوكابي، وهو عبارة عن عفريت كبير فروه أبيض ناعم ومنفوش بقرون صفرة صغيرة. وفي وسط اللحظة المهيبة اللي اتدخل فيها الخيال بالواقع، الدوكابي لسه هيتكلم، فالناس بدأت تتجمهر، لكنه قتلهم وعمل مجزرة في مترو الأنفاق. وبطلنا في اللحظة دي أدرك إن الخيال بقى مختلط بالواقع، والدوكابي قال لهم إنهم لازم يدفعوا مال مقابل الحياة عشان بس يعرفوا يعيشوا. فطلع فجأة مدير المالية في شركة بطلنا هان وعرض عليه شيك، لكن فجأة الدوكابي حرق بدلته وقال إن الفلوس ملهاش لازمة. وظهرت من العدم شاشات زرقاء فيها إشعار إنهم لازم على الأقل يقتلوا شخص واحد مقابل 300 عملة، ولو فشلت هيموتوا كلهم. وفي وسط حالة الحرب دي وفي لحظة اختلاط الهيجان والتوتر تتصل هيو سانجا بالشرطة، لكنهم طبعا ما بيردوش. فبطلنا بيقول لها إنهم لازم يتصرفوا كأنهم في لعبة ويلتزموا كمان بقوانين اللعبة. والمشهد كان مرعب جدا، جثث وأشلاء متناثرة وست عجوزة بتصرخ. وساعتها واحد من الركاب قال لهم إنهم لو اتصرفوا بالطريقة دي هيبوظوا الدنيا والنتيجة هتسبب كارثة دولية. وعرفوا منه إنه ملازم سابق في الجيش الكوري وشغال مع الوحدة 6502، وقال لهم إن الجيش هينقذه، ووراهم رسالة تواصل فيها مع الجيش. واحد من الركاب طلب منه التواصل مع الرئيس، لكن الملازم قال له انه ما عندوش الصلاحية. وساعتها رئيس الوزراء بيطلع في خطاب، والخطاب ده بيكون لايف بيحذر فيه المواطنين ان في احداث غريبة بتحصل، وبيوعد انه هيحاول يوقف كل ده بقدر الامكان. وفجأة وبدون سابق انذار بيموت رئيس الوزراء مقتول من الدوكابي، وقال لهم على الهوا انه في لعبة رسمي. وطلعت شاشات زرقاء زي اول شاشة، لكن الفرق ان الوقت بقى 10 دقايق، يعني الصعوبات زادت. وقال لهم انه لو محدش مات اول 5 دقايق هيقتلهم كلهم. وفجأة لقوا دم على باب المترو وحاولوا يقفلوا الباب، لكن بدون نتيجة لأن في حاجز خفي. وسمعوا صوت بيقول إن كل الأبواب مقفولة لغاية اكتمال المهمة. وطلعت شاشات زرقاء لطلبة المدارس بيتقتلوا فجأة، وفي بنت بتقتل زميلتها عشان تنجو من المقاتلة. وصلت نسخة من الرواية لبطلنا من الكاتب شخصيا وبيفتكر تفاصيل الرواية، وبنعرف إن اللاعبين بيبقى عندهم مهارات وسمات خاصة متصلة بأجسامهم وبيستخدموها زي الألعاب. وحاول يفتح نافذة السمات
الكلمات لكنه ما فتحش، ولقى نافذة تانية بتقول إن سرعة القراءة زادت بسبب زيادة السمة الحصرية، ولكن بيعرف إن تطور الأحداث مختلف شوية لأن البطل في الرواية كان بيعمل شوية حركات في مشهد القطر، وشاف الإنس متجمعين عند الباب الخفي للعربة رقم 3707، والعجلة كانت ماسكة بإحكام شديد، وفجأة بيطلع ولد اسمه كيم نام وون بيحاول يقتل ست عجوزة، وهان بيحاول يوقفه، وفي رمزية من الكاتب عن أنانية وشر البشر في أوقات الخطأ، قال له إنه لازم يعمل كده عشان يعيش، يعني نفسي من الآخر. وفي وسط المدعكة دي طالبة افتكرت إنها قرأت مشهد ده في الرواية، وبطلنا قرر إنه يتصرف، ولكن هيوب تندفع واستنتجت إنها تقدر تغير الوضع رغم إنها مش شخصية رئيسية. المهم بطلنا جري فجأة على كيم، وطلع إشعار بيقول إنهم لازم يقتلوا كذا حد في غموض نص ساعة مقابل 300 نقطة، ولو فشلوا هيموتوا. وبيهجم بطلنا فجأة على كيم وبيرميه على الأرض، وبعد هجومه المفاجئ على كيم اتجه ناحية ولد صغير كان معلق صندوق وخده، وقال لهم يبطلوا يقتلوا بعض لأجل البقاء. ونرجع لبطلنا اللي بيسأل كيم عن إنه حتى لو قتلها هيعمل إيه بعدها، فرد عليه بإنه هيقتل كل اللي موجود. فبطلنا طلع حشرة من الصندوق وفعصها وبعدين رماها على الكل، وبكده جاب أول كيل وخد 100 عملة. فكيم سأله إنه كان يقدر يوزع عليهم الحشرات، لكن بطلنا رد إنه كان فيه 3 حشرات بس. ونكتشف إن كيم ولد متكبر مش عارف ليه كل اللي اسمهم كيم مجانين، ده أنا حتى أعرف واحد صاحبنا في كوريا الشمالية واد لاسع زيه، وكيم عرض عليه يكون معاه فريق، ولكن بطلنا بيرفض وبيدخل في قتال معاه، وبيوصل بطلنا لمستوى المهارة الحصرية منظور القارئ الإلهي، اللي هي عبارة عن إنه بيقرأ حركات خصمه. وبينما كان كيم يكمل قتل في الناس يرجع يهجم على بطلنا لكنه تجنبها وضربه في وشه، وكيم يفعل المهارة التانية وجهة النظر الإلهية اللي بيقرأ بيها عقل خصمه، وبيلاقي إنه فاضل دقيقتين فبيروح ينقذ الست العجوزة، فبيهجم عليه كيم وبيحاول بطلنا يهرب، واعترف بالحقيقة المرة إن العالم بيحكمه قوانين ألعاب والبقاء للأقوى، وبطلنا بيموت الحشرة عشان يعرف يعيش. وكيم يهجم عليه ويجيله إشعار يستخدم طريقة العملات فبيستعملها لزيادة قوته وبيتعالج من كل جروحه، والوقت بيخلص وكيم يموت بطلنا ويانجو، وبيطلع الدكابي من العدم وبيلاقي إن في 5 نجوم وهم بطلنا كيم دوك جا ويو سانجا وهاي مينوجو والولد الصغير لي جانج يونغ والملازم لي هيونج سونغ، وبنلاقي كين نامو وإن مرمي على الأرض ميت، وبطلنا بيفتكر توسلاته ليه إنه عايز يعيش، وبيفتكر إنه زيه وإنه كمان ممكن ينقذه، وبتيجي إحصائية ليه بتظهر إنه قتل كائنات حية غير مقاومة للعملات، فالعملات قلت لدرجة النص. أدرك بطلنا إن في عالم جديد اتولد 3500، ولكن بعد المجزرة دي بيلاحظوا طيارات بتحارب وحوش ضخمة شكلها شبه التنانين والتعابين اسمهم الإكسيمور، وده وحش من الدرجة ال7. ولاحظ إن الدكابي عمال يعد نجوم لغاية 21، وبطلنا استنتج إن عدد الأبراج المتصلة بالقناة كوبكالوتو، وده معناه إن في حد بيراقب من السماء. وإذا حسبنا قانون إبادة الأرواح الشريرة كان لازم كيم يقتل نام وان ومعظم الناس في القطر، وبيجيله إشعار إن في كوكبات غامضة منه شوية بسبب موت كيم نام، وفكر في اللي ماتوا، لكن مجموعة كوكبات أعجبت بيه ودعمته ب500 قطعة. وفي وسط التفكير ده كله طلعت له يو سانج وسألته إزاي عمل كده، وقال لها إنه كان بالصدفة. وساعتها بطلنا حس بالذنب برغم إنه أنقذ حياة ناس بسبب إن في ناس عاشت بسبب اختياره وواحد تاني مات بسببه. وبطلنا سأل الواد الصغير هل هو عايز يعيش، فالواد بصله وهز دماغه. وبطلنا بيجيله إشعارين، واحد منهم بيقول إن في كوكبات معجبة باللي عمله وكافئوه ب200 قطعة، وبطلنا كان معتقد إنها كانت خطوة سيئة بقتله كيم، لكنه كان هو كمان عايز يعيش. وفجأة كيم بيسأل الدكابي هل هيسيبهم يمشوا ولا لأ، فرد عليه بإن في أحداث بتحصل بره، وساعتها الدكابي بيقول له إنهم أثبتوا نفسهم، لكن في نفس الوقت هم لسه ضعفاء لأن في السيناريوهات الجاية أضعف الوحوش هتفعصهم زي الحشرات. وبعت لهم إشعار بعد فتح الشاشات، لقوا رسالة بتقول لهم لازم يختاروا الراعي الخاص بيهم اللي هيكون داعم ليهم، وهو كالآتي: تنين الهاوية الأسود الغامض، حكيم النار الشيطاني، المخطط السري، سكينة أثبت الرأس الذهبية. فبتسأله يو عن هل يعرف عن
عن آخر اختيارين عشان هم أغرب أوي بالنسبة لها، وفكر قد إيه إنها محظوظة، وفهم بكده إن رعاية الكوكبات أو الاختيار الخلفي أو بعبارة أخرى أحد الأنشطة لطريقة القتل بدأ دلوقتي. الاختيار الخلفي ده عبارة عن استخدام قناة الدوكابي عشان يتم مراقبة اختيارهم ومراقبتها، يعني نظام بيختار اللي يعجبه كتجسيد ليه ويرعاه، وفي حالة بطلنا في 4 كوكبات عايزين يساعدوه ويستخدموه كوعاء ليهم ويبقى تجسيد ليهم، وطبعا ما كشفوش عن هويته، فلازم المتعاقدين يستدلوا على هويته بكلام زي الغامض أو الشيطاني أو الذهبية، ولازم يفكر في معنى قريب للشيطان أو الملاك كده. بعبارة أخرى يعني لازم لغز يستنتج فيه هوية الأقوى فيهم، لكن اللغز ده مش لبطلنا لأنه قاري الرواية أصلا. وأول كوكبة معانا هي تنين اللهب الأسود الغامض، ودي كوكبة قوية جدا قادت مجموعة من كوكبات اسمها السحاب الأسود، وميزتهم هي إن المتعاقد بيحصل على قيود هجومية قوية، وبما إن قوتهم كانت الأكثر استخداما فاللي بيتعاقد معاها بيتحول لقاتل مهووس. تاني كوكبة هي حكيم النار الشبيهة بالشيطان، من اسمها يبان إنها شر لكنها فخ للأشرار، وبرغم قوتها القوية فقيودها كتيرة جدا. وثم كوكبة المخطط السري، وأخيرا سجينة عزبة الرأس الذهبية، ومن اسمها بيتفهم خطأ إنها سجينة للأشرار، لكن في الحقيقة هي مسجون فيها سجين الجبل اللي هو الحكيم العظيم سون وكونغ، ودي بتدي قوة عجيبة بتتمكن من اجتزاح مئات الجثث بضربة واحدة وتدمر آلاف الشياطين بضربة برق واحدة. وفجأة انتهى وطلع طلب منهم يستنوا تحضير السيناريو الجاي لمدة 10. المهم بطلنا جمعهم عشان يتكلم معاهم وتعرف على الملازم السابق ليو هيونج سيونغ، والملازم شجروا على إنقاذه لحياتهم، وبعد جدالات كتير اتفقوا على إنهم يخرجوا، لكن فجأة كان في صوت خبط وراهم واستنتج بطلنا إن في ناجي، والناجي ده الوحيد في العربة رقم 3707 وإنه الشخصية الرئيسية، ومن هنا قرروا يدوروا على مخرج بسرعة قبل ما يتقتلوا. لكن صوت الخبط بيعلى أكتر وبيلاقوا باب مفتوح سنة صغيرة، فبيطلب من الملازم يفتحه لكنه بيتردد في بداية الأمر، لكن بيفتحه وبينجح في فتحه وبيهربوا، وساعتها بيكتشفوا إنهم استعجلوا في الخروج، وبيطلع الدوكابي يعمل لهم سيناريو هروب. المفروض يعدوا الجسر المكسور للمحطة في 20 دقيقة مقابل 200 عملة، لكنهم اتفاجئوا إن الجسر سليم، فعرف إن يو سانجا كانت صح لما قالت إنهم المفروض يستنوا. ولما بدأوا لقوا في كتير صور طلعت من المية، وساعتها كان فاضل 200 ميل على المحطة، ولكن الدوكابي طلع لهم زومبي من العدم داخل المحطة. وأما بدأ بالهجوم بطلنا أمر الكل إنهم ينزلوا على الأرض والجسر اتكسر، فبطلنا واللي معاه انقسموا قسمين، القسم الأول بطلنا وهيو هان، والقسم التاني الملازم ليه والولد هيو اللي في المنطقة الآمنة. وبيجي إشعار بتنشيط سيناريو الكوكبة، وفجأة بيظهر جسر ضوئي ولازم يبعدوا ويكونوا أعداد زوجية، لكن لو كان عددهم فردي الجسر بيختفي. وبطلنا بيستنتج إن في كوكبة اتدخلت في السيناريو بقوة غير متوقعة، وإن الكوكبة دي اختارت يورو كتجسيد ليها، وحاول بطلنا يقرأ معلومات الشخصية لكنه معرفش. وفجأة يو بتقول له ياخد باله، فبيلاقي حد وراه بيضربه فبيتفادى الضربة، وبيلاقي زومبي كيم نام وان بيهجم عليه بشكل عشوائي. وفكر بطلنا في إن لازم حد يموت عشان يعرفوا يعيشوا، ولكن هان خد يو وساب بطلنا لوحده. وبيجي إشعار بإن كوكبتين الخط السري وحكم النار الشبيه بالشيطان أعجبوا بيه واستلم 100 نقطة، وهيو حاول تاني لكنه فشل بسبب إنه هان مش شخصيات في القصة. لكن في اللحظة دي هجم الزومبي وأمر من كيم على بطلنا اللي فكر ياخد معاه زومبي عشان ينجو، وبنعرف إنه فاضل 15 دوكابي وقال له إنه مصابر لكن فات الأوان. وساعتها بطلنا بيحس إنه جاب آخره وممكن يموت في أي وقت، وفي وسط تفكيره إنه لو معاه مهارة قتالية واحدة كان هيقدر يعدي الأزمة دي. وفجأة يطلع كتاب أزرق من العدم بتطلع فيه إشعارات بتنشيط الإشارات والمنافذ المعرفية اللي كان فيها كيم والملازم ليه، وبطلنا فعل الإشارة المرجعية رقم 1، وكيم قبل موته بيقول إنه مش عاوز يموت ويرجع إشعار سيناريو الهروب تاني، بس فاضل 10 دقايق. بطلنا طلع له شخص من العدم فكيم ضحك وقال له إنه أخيرا جه. وهنا بنكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا، وقبل ما نقفل الفيديو الجميل بتاعنا هطلب طلب صغير من كل المتابعين بتوعنا إنهم يعملوا لايك ويشتركوا في القناة، وكمان يفعلوا زر الجرس عشان يوصل لهم كل جديد من ملخصاتنا. وبس كده، مش حابب أطول عليكم أكتر من كده، أشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامة.